السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست صوت الكورة. سمحوا لينا غبرنا عليكم من بعد ما نحنا الحلقة الأولى هذه شي 2 سيمانات، ولكن راه حطيت واحد الدوكيومونتير صغير على زين الدين زيدان وجات هاد الفرصة وتندعيكم أنكم تشوفوه، يقدر يعجبكم. أما اليوم فغادي نهضروا بصراحة على واحد المرحلة حساسة بزاف في الكرة الأوروبية، خصوصا في البريمير ليغ ودوري الأبطال، وزيد عليهم نظرة على اللاعبين المغاربة في أوروبا، وفي الأخير توقعات عامة على البطولات اللي باقيين. غادي ندويو على البطولة الوطنية والشامبيونز ليغ ديال افريقيا بالفرق المغربيه ديالنا. نبداو بالبريمير ليغ. ارسنال هذا الموسم كيبان انه داخل في واحد المرحله ديال الضغط الكبير. رغم البدايه القويه كاينين مؤشرات واضحه ان الفريق غادي يضيع اللقب في الاخير. الهزائم اللي جات ضد مانشستر سيتي، ساوثهامبتون وبورنموث ماشي غير نتائج عابره، ولكن كتعكس مشكل اعمق: غياب الاستمراريه. الفريق ديال ارتيتا كيلعب تقريبا بنفس التشكيله كل مباراه، نفس الافكار، نفس الايقاع، بحال ما كاينش تدوير. ومع ضغط المباريات اللاعبين بداو كيبانوا مرهقين ذهنيا وبدنيا. وهنا كنطرحوا سؤال مهم: واش ارتيتا كيعتمد بزاف على نفس المجموعه لدرجه انه كيتسبب في الارهاق ديالها؟ في المقابل المنافس المباشر مانشستر سيتي، رغم انه ما بداش الموسم بافضل شكل، الا انه كيعرف كيفاش يرجع في المراحل الحاسمه. فغوارديولا تعرف يتصرف في الوقت الحاسم. فبالنسبه للتوقع ديالي فراه واضح: ارسنال صعيب يرجع ياخذ البريمير ليغ، خصوصا الا بقى هذا الارهاق والضغط التكتيكي. وحتى بعض الاراء من داخل الوسط الكروي كتشير لهذا الشيء، بحال غياب الاستقرار او الاصابات اللي ممكن تاثر، وزيد عليهم اصابه بعض اللاعبين اللي كتاثر على التوازن العام ديال الفريق. وفي نفس السياق كاين تحول في البريمير ليغ بشكل عام. حتى توتنهام مثلا كيشهد تراجع كبير، ترتيب قريب من اسفل الجدول، وتغييرات في الاداره والتدريب، وتجارب مدربين ما نجحاتش تكتيكيا. وهذا الشيء كيعطينا فكرة أن الدوري الإنجليزي ولا فيه تنافسية، ولكن حتى بعض الفوضى التكتيكية عند بعض الفرق. ندوزو لدوري أبطال أوروبا. أول ماتش عندنا ماتش باريس سان جيرمان ضد ليفربول. باريس سان جيرمان قدر يربح في الأنفيلد، وهذا الشيء ماشي سهل نهائيا. السبب الأساسي هو المنظومة الدفاعية الجديدة ديال باريس سان جيرمان اللي ولات أكثر استقرار. ماركينيوس وباتشو تيعطيو صلابة واضحة للفريق، ومع لويس إنريكي الفريق ولا كيلعب بعقل أكثر من العاطفة. في المقابل ليفربول بان عليه التراجع الدفاعي، خصوصا مع فان دايك اللي ما بقاش بنفس المستوى ديال سنوات الذروه، وكوناتي كذلك ما بقاش ثابت. وهنا كنطرح السؤال: واش ارني سلوت قادر يبقى مدرب ديال ليفربول في هذا الموسم؟ من جهه اخرى اللاعبين الهجوميين بحال ايساك وايكيتيكي واللي شراتهم ليفربول بقيمه سوقيه كبيره ما نفعوش الفريق نهائيا. وبالنهايه باريس سان جيرمان ربحات ليفربول بجوج الاهداف ديال ديمبيلي اللي كان هو نجم المباراه، وتأكد على أنه أفضل لاعب في العالم وتستحق الكرة الذهبية. ندوزو للمباراة الثانية اللي هي البارسا ضد أتلتيكو مدريد. بصراحة بداية المباراة خلتنا نحسو أن البارسا قادر يدير ريمونتادا. الهدف الأول جا من خطأ دفاعي واضح، خصوصا في تمركز لو نورمون اللي خلى لامين يامال ياخد الكرة، ومن بعد البارسا رجع وسجل، خصوصا مع فيران توريس اللي في ذاك النهار كان في حالة كبيرة. ما بقاش فيران توريس ولكن ولا فرناندو توريس اللي كيعرف يسجل ويصنع. البارسا هجموا مزيان ولكن الدفاع كان فيه مشاكل واضحة، وهذا الشيء بان بزاف ضد فرق قوية بحال اتلتيكو. اما بالنسبة للقطات اللي كان فيهم شوية الشك في المباراة، كانت لقطة ديال فيرمين لوبيز فاش ضربوا فمو الحارس خوان موسو، وكان جدل على انه واش ضربة جزاء ولا لا. في وجهة النظر ديالي ما تيبانليش ان بيلانتي، لان فيرمين لوبيز ضرب الكرة عاد باش قاسو غارديان. المباراة عرفت كذلك قرارات تحكيمية مثيرة، من بينها هدف ملغى لفيران توريس بسبب التسلل، وطرد إيريك غارسيا اللي ولا كيتكرر في مباريات برشلونة ضد الاتليتيكو. اولمو كذلك كانت عنده لقطة ممكن تكون ضربة جزاء، ولكن الحكم ما تفاعلش معاها. في الأخير اتلتيكو قدر يجير الماتش، وسيميوني تفوق تكتيكيا على فليك، وهذا الشيء مهم. برشلونة رغم القوة الهجومية مازال دفاعيا غير مستقر، وبالتالي حتى لو انه برشلونة قريب من الليغا الضغط باقي كبير، واي تعثر غادي يكون مكلف. ندوزو للماتش ديال ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. المباراة كانت فيها احداث قوية من البداية. الريال دخل بحماس كبير وسجل أردا غولير واحد من اسرع الاهداف ديال الريال في الشامبيونز ليغ من 1994 بعد خطأ من مانويل نوير اللي خرج في دور المدافع الثالث وغلط في التوقيت ديالو. لكن بايرن ما سكتش وسجل من كرة ثابتة، وكان واضح ان الدفاع والحارس ماشي في افضل حالاتهم. واخا هكاك كانت المباراة ممتعة، خصوصا في الصراع التكتيكي ما بين الفريقين. في الدقيقة 28 الريال رجع وسجل، وبانت لحظة ضعف بسبب خطأ من نوير اللي مختارش التايمينغ ديالو وتلاح معطل. اما في الشوط الثاني
البايرن رجع بالتعادل عبر هاري كين مستغل غياب الرقابة الدفاعية، وموراها مبابي جا وسجل في دقائق الحسم، وهذا الشيء كيبين قيمة اللاعبين الكبار. لكن المشكلة ديال الريال واضحة، الدفاع مازال فيه ثغرات، ولونين ما كيقدرش يعوض كورتوا بنفس الجودة دائما. فمن ابرز نقاط الضعف ديال الريال هو لونين، اللي في كاع المباريات اللي لعبها مرمى تعاطى بكورتوا ما دار حتى شي كلين شيت. ندوز لارسنال ضد سبورتينغ لشبونه. رغم ان الناس ما عطاوش اهميه كبيره للمباراه الا انها كانت حاسمه. سبورتينغ فريق قوي واللي وصل لربع النهائي بعد ما ربح بودو غليمت بنتيجه كبيره ديال 5-0، ولكن الارسنال عرف كيفاش ينظم اللعب ويدير نتيجه مهمه بهدف وحيد من هافرتز. هاد النوع ديال الانتصارات هو اللي كيصنع الفرق في المراحل الاقصائيه. في الصراحه خطفوا منهم الربح بواحد الزيرو في الذهاب في الدقائق الاخيره. دابا ندوزو للتوقعات ديالي. في الشامبيونز ليغ التوقع ديالي ان باريس سان جيرمان ممكن يتجاوز ليفربول، وارسنال يقدو يدوز لاتلتيكو، ولكن كلشي مرتبط بالتركيز الدفاعي، وتقد تكون شي مفاجاه حيت في هذا المستوى اي فريق يقدر يطيح الاخر. كاين واحد الميم على الاتليتيكو والارسنال قال لك ان الدومي فينال غادي يكونوا كاملين راجعين لور حتى واحد ما بغى يلعب كره. اما دابا ندوزو للاعبين ديالنا المغاربه في اوروبا. بزاف ديال اللاعبين كيتالقوا، ولكن النتائج في المنافسات الاوروبيه مازال فيها تذبذب. في الماتش ديال بيتيس ضد براغا ربحوا بيتيس في تيرانهم، والزلزولي كان حاضر ولكن ما قدرش يحسم. داكشي علاش في الدوري الاوروبي ما بقاش حتى شي فرقه فيها شي لاعب مغربي لان بيتيس تقصات. ولكن في الكونفرنس ليغ باقيين ثلاثه د الفراقي اللي معاهم لعابه مغاربه، بحال اخوماش مع رايو فايكانو، شاد رياض مع كريستال بالاس، ياسين جاسيم وسمير المرابط مع ستراسبورغ. والسؤال واش ممكن نشوفوا شي لاعب مغربي غادي يهز الكونفرنس ليغ هذا العام، ولا حتى اشرف حكيمي اللي تنتمناو انه يحقق الشامبيونز ليغ مع باريس سان جيرمان العام الثاني على التوالي. اما على مستوى افريقيا، دوري ابطال افريقيا وصل لمراحل مثيره. نهضه بركان ضد الجيش الملكي، مواجهه قويه جدا، ولكن كيبان ان الجيش هو الاقرب للنهائي بسبب النتيجه ديال الذهاب اللي ربحوا فيها ب2-0. ومن جهه اخرى سان داوز ضد الترجي، مواجهه كلاسيكيه افريقيه. سان داوز عندهم ملعب قوي واستقرار، لكن الترجي عندهم خبره كبيره في بحال هاد المباريات. فهاد الدومي فينال غادي يكون صعيب بزاف، ولكن ممكن نشوفوا سيناريو فيه تفوق الخبره التونسيه. وفي الاخير كنتمناو نشوفوا فريق مغربي يرجع يحقق اللقب الافريقي حيت غاب علينا هذه سنوات. بصراحه كنت باغي ندوي على البطوله الوطنيه، ولكن بان لي راه ناعسين وقيله تيلعبوا سيمانه وتيحبسوا 2 سيمانات. ما فهمتش اش هاد البرمجه هادي، نظرا انهم كانوا مبرمجين انهم غيساليو البطوله قبل من شهر 6، ولكن دابا بان لي واخا يلعبوا كل نهار ما يساليوهاش. في الوقت اللي الدوريات الاوروبيه فازوا 30 ماتش وقربوا يساليو الدوري، كلهم تيكون عندهم العدد الفرقي هو 20، حنا عندنا 16 فريق وما قدرناش نساليو البطوله قبل الوقت المحدد. فتنتمناو انه يكون شي تدبير مزيان لهذا الشيء وما يتعاودش هادشي مره اخرى. وصلنا للنهايه ديال البودكاست ونختموا بهذه الخلاصه. ارسنال قريب يضيع اللقب. في دوري الابطال المنافسه مفتوحه بين الكبار، اللاعبين المغاربه حاضرين حضور قوي ولكن بلا تتويجات كبيره حتى لدابا. افريقيا صراع مفتوح بين الخبره والاستقرار. وإلا عجبتكم هذه الحلقه ما كرهتكمش تكليبيو اللحظات المهمه، حيث الاسبوع الجاي ممكن يكون فيه تغييرات كبيره في كل شيء.